السلام عليكم ورحمة الله. صار الجيل تفتح النار وتقول واش هذا اللي يصرالي في هذه الأيام، أنا ساكتة ولي ميساج يلحقوني. أثارت صار الجيل موجة كبيرة من الجدل بعد كلامها الأخير، وين خرجت لي أول مرة تهدر على الفترة الصعيبة اللي عاشتها، وخلت الجمهور يتساءل واش راه صاري بالضبط، وخاصة بعد ما رحلت لتركيا، خاصة بعد ما ذكرت اسم سمية سماش، طريقة خلت الكثير يترقب التفاصيل. وقال صار الجيل بصراحة سكت بزاف وما حبيتش نهضر، بصح اليوم حسيت باللي لازم نوضح بعض الأمور. سمية سماش ماهيش صاحبتي، والناس راهي بدات دير قص من راسها، وكل نهار نفيق على إشاعة جديدة وميساج يوتر العلاقة تاعنا. بصراحة تعبت واللي صاري في الآونة الأخيرة بزاف عليا. واش بيكم يا المتابعين، واش بيكم يا المؤثرات؟ وزاد قالت كاين امور خلاتني نراجع بزاف حوايج في حياتي، اني ما نقول حتى السر تاعي لاي صاحبتي ولا اختي، ولو كانت مايا رجلت بعد اختي. وكاين ناس كنت حاسبتهم واقفين معايا، ومن بعد اكتشفت العكس. ما كنتش حابه نهضر ولا نكشف واش صرا، بصح وصل بيا الحال باش نقول كفى يا ناس كفى. وأضفت كما قالت بزاف ناس حكموا عليا من غير ما يسمعوا كلامي، وصدقوا كل واش تنشر. صدقوني لو تعرفوا الحقيقة، سمية سماش راهي ماهيش صاحبتي، راهي اختي اللي ما جبتهاش برك ما. الحقيقة كاملة راهي تدهشكم، بصح كل حاجة في وقتها، وما زال ما جاش الوقت باش نكشف كل التفاصيل. وتابعت سارة وقالت أنا تعبت نفسيا من كثرة الهضرة، وأنا راني نعيش حياتي هانية، وراني في داري في تركيا، وكل مرة نلقى اسمي داخل في قصة جديدة. راني ساكتة احتراما لبعض الناس، بصح السكوت ما يعنيش باللي ما نقدرش نهضر، راني قادرة نفجرها في العدالات. إذا جاء الوقت المناسب راح نقول كلش بلا ما نخلي حتى نقطة غامضة. غير احكموا فمكم يا المتابعين ويا المؤثرات. وختمت كلامها وقالت اللي عشته ما كانش ساهل نهائيا، والحمد لله ربي وفقني ووصلت وين نحب، وربي وحده يعلم واش درت. اليوم حبيت نوصل رسالة برك، وما زال كاين كلام بزاف ما قلتوش، الوقت وحده راح يكشف الحقيقة، وكل واحد راح يعرف واش كان صاري من البداية. هذا واش راح نقول في هذا البودكاست.